تعال اوريك الاسباب اللي بتخليك تشتري سيارة التسلا. السيارة بترجع لحالها وبتقدم لحالها وشوف لحالها. طبعا فيها حساسات على كل مكان، تضغط هان بيفتح الباب. طبعا الباب في حساس لانه في حيطان ما بيفتح للاخر، ولا لو ما في حيط حيفتح للاخر الباب. هذا الباب مش لازم تمد ايدك تجيبه، اضغط بريك بس زي ما انت شايف بسكر. والباب الثاني بتضغط على هذا الزر بسكر. عندك شاشة موجودة هان، شاشة ثانية موجودة في هذا المكان، مش شاشة، عندك تلفزيون موجود هان. هذا التلفزيون مش مثل باقي السيارات يعني انه شاشة الراديو والميديا والتفاهة، لا لا لا، بتتحكم في كل شيء فيها. مثال يعني اول شيء بتفتح الابواب من هان، طبعا هاي ابوابها بتعرفوا انتم بتفتح زي مرسيدس الاس ال اس لفوق. بعدين عندك السسبنشن، اذا ضغطت عليه تقدر ترفع السيارة وتنزلها. الحلو في هاي السيارة خصوصا انه انت اذا رفعتها في منطقة معينة بتخزنها عندها في الجي بي اس، لما تيجي انت مرة ثانية عليها حترفع لحالها او حتنزل لحالها. شاحن السيارة، الشاحن انت بتحدده مثلا ل 90%، بتعرفوا البطاريات لانه بتخلص بطاريتها بسرعة، فبتحدده على 90 عشان ما تخرب البطارية. الحلو في الموضوع انه انت اذا وقفت السيارة ما استعملتها البطارية حتنزل. ليش؟ لانه المكيف حيضل يبرد للكابينة تاعت السيارة، يعني لدرجة حرارة 30، بعدين حيشتغل يبردها. عشان ايش؟ ما تدخل تكون السيارة بتغلي. نظام الاوتو بايلوت، انتم بتعرفوا في كل العالم هذا النظام تقدر انت تحط اللوكيشن، وهو فيها موجود، بتحط اللوكيشن على المكان اللي انت ناوي تروح عليه وبتوصلك لبابه بالملي. طبعا مش مفعل حاليا في دولة الامارات، بس يتفعل حتوصلك، لكن هي بتبعد عن السيارات، يعني فيها يعني كثير اشياء بتعمل لحالها، بس الاشاره ما بتوقف عليها، فعشان هيك مش مفعل في الامارات بعده. بدي اياك تركز معي، شوف داخليه السياره ما شاء الله، طلع الداخليه كيف نظيفه ومرتبه. شو رايك يا احمد، نظيفه؟ الحمد لله. الحمد لله. السياره كم ماشيه؟ 207,000 كيلو متر. السياره بعدها عليها ضمان 3 سنين، يعني انت خلال 8 سنين ما حطيت عليها ولا شيء، بس تحط الكهرباء 5-6 دراهم الشحنه وبتمشيك تقريبا 350 كيلو. الاخير اللي بقول لك السيارات مش عمليه والسيارات مش عارف شو، اي سياره بتهتم فيها وبتدير بالك عليها بتعيش معك، ايش ما كان نوعها، كهرباء، بنزين، على المي بتشتغل، دير بالك عليها بتضلها عندك. شوف القزاز لوين واصل ما شاء الله. لا تنسى تكتب لنا رايك في التعليقات.